ازيكم يا جماعه؟ الله العظيم منورين. انا عندي 3 صلاه الجمعه بالصيني. كل المبنى ده علشان خاطر المحل ده. اوه ويلكم تو باندا ثياتر. واه السلام عليكم. انا قدام واحد من اكبر المولات في العالم، ويقال ان هو اكبر واحد فيهم. عمرك في حياتك شفت بحر جوه مول؟ صباح الخير، يوم جديد بقى ومدينة جديدة. فاحنا دلوقتي ان شاء الله رايحين على المترو ونطلع على المطار. عندنا رحلة ان شاء الله رايحين فيها مدينة اسمها تشينج دو. المدينة دي هي السنتر بتاع المدن اللي حواليها. هناخدها بقى ايه في اتجاهنا كده لحد ما نوصل لشنزن. يعني خليكم معايا كده عشان احنا ايه عندنا لفة طويلة قوي قوي قوي. المكان بتاع المترو هنا شكله حلو قوي، جوه جنينة. لان الجنينة دي اصلا يعني هنا كده في ظهر الشجرة دي هتلاقي الشارع اللي هو اكبر شارع تسوق في العالم، نانجينج رود، والناحية التانية بتكمل الشارع. ان يبقى في جنينة بالمنظر ده في وسط البيوت دي حاجة حلوة. داخلين بقى المترو دلوقتي نحجز التذكره للمطار. بس الواحد بدا يفهم البلد بسرعه يعني، ما بقاليش كتير قوي يعني فهمت كل حاجه. انا هعمل لكم شويه فيديوهات عن الصين. اللي رايح الصين مش هيحتاج اي حاجه غير انه يتفرج على الفيديوهات دي. بص احنا دخلنا المترو اهو. تعال نقطع التذكره. اول البتاعه دي الانجليش، هتختار المترو الاخضر. محطه المطار اهي، ثمنها 7 يوان. هتدوس QR فور بايمنت وتخش على علي باي. دفعنا يا معلم، خدنا تذكره كده. دي التذكره لحد المطار. الموضوع سهل وبسيط. تيجي هنا طبعا لازم تتفتش، هنفك كل حاجه. اي مكان هتدخله هنا لازم تتفتش. بس يا معلم حط تذكرتك، بابك هيفتح. لاين الاخضر اهو. بص الاخضر ده هتلاقيه رقم 2، فهو بيبتدي يشاور لك رقم 2. السهم بتاعه تخش من هنا. بص في وشك اهي اسهم في كل حته عشان يوصلك للمحطه بتاع رقم 2 اهو. انا رايح المطار، فهننزل تحت ونشوف المطار رايح ازاي. الاخضر ده اللي هو لسه هيروحوا المترو، التاني ده اللي على الداخل. يلا بينا يا برنس نركب. وده بقى المترو بتاع الصين. عادي في محطات بتبقى المترو فيها فاضي في عز النهار الساعه 12 الظهر. انا كده وصلت مطار بودونج في شنغهاي. عايزين نروح بقى تيرمينال 2. طول ما فيه يافطه انا تمام. يافطه يعني احنا ماشيين صح كده. احنا تيرمينال 2 شمال. تيجي هنا بقى يا باشا اهو، ودي كارتك بقى مش عايزينه فبيتفتح زي الفل. تيرمينال 2 خش شمال. اوكي طب كده انا مش عارف انا رايح فين. تيرمينال 2 لايك ذس. اوكي ثانك يو. شرطه هنا جميله قوي. هلو. كنت متاكد على فكره انها هتبقى زحمه. ثانك يعني ان احنا ممكن نقف هنا نص ساعه ولا حاجه. خلصنا خلاص الجوازات والتشيكن وكل حاجه، ودلوقتي خلاص دخلنا اللاونج بتاع المطار. عندنا مشكله ان هو 100% مفيش ولا حاجه من دول تنفع معانا. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ ندور على شويه فاكهه وخلاص. جبنا بقى اللي نقدر عليه لان انا جعان قوي. معرفش ليه النهارده مش فاهم ايه ده. وده مش عارف هو ايه، ولا ده وده حاجه بالجمبري. دول عايزين مذاكره يابا. خلينا ناكل فاكهه احسن. باتيه اهو، ناكل واحده باتيه. حلو والله يا جماعه. هو كل الحاجات شكلها حلو، بس ان يجي لك قلب تاكلها لا مفيش. كوبايه شاي احمر عادي. الله. اللونش تقريبا في قاعده بره، ممكن تطلع تتمشى. اللونش تحفه بصراحه. يلا بينا بقى عشان الحق طيارتي. بصوا يا جماعه هنا المطار كله في فيش في كل حته. المطار هنا نظيف نظافه رهيبه. في مكنه بتطلع لك ميه سخنه وميه ساقعه. الميه السخنه دي عشان موضوع النودلز كتير هنا قوي. هلو ثانك يو. احنا في مطار تشينج دو، مطار كبير، وهنروح على المترو دلوقتي. انا محتاج اقعد في حته احجز هوستل لان انا لسه ما حجزتش. هلو وير از مترو؟ Thank you. Hello, Metro. Okay, thank you. Hello, ni hao. Where is Metro? Go straight about 100 meters and turn right. Okay, thank you. لقينا اليافطة اللي مكتوب عليها مترو خلاص. شفت واحد بيدور على المترو هو مش عارف الفندق بتاعه فين. نحجز ليلة في أي هوستل كده. ده مش حلو، ده حلو. ازيكم يا جماعة؟ الله العظيم منوريني اقسم بالله. ده ب $10، $8، $12. خلينا في ده وخلاص. احنا لسه هنقعد ندور. سلك ده حلو. ده هنحجز السرير اللي تحت ده كده سنجل كابن. بصوا هو زي كابينة كده بس حلو قوي يعني. هنجربه لو تمام نكمل فيه. ندفع $1 زيادة ونحجز اللي تحت دي. دايركشن 3 لاينات 3 محطات 18 محطة. لاين 18. لقيتس جوه معلم. تعالوا
بقى نشتري تذكره. لاين بينك ده تشينج دو سكند بيبل هيستوري، يبقى احنا رايحين دي. اوكي 11 يوان ضلنا يا باشا. يلا بينا يا معلم، دخلنا جوه. ثانك يو. بص يا معلم، رقم 18 وبعد 10 محطات هننزل منه ونركب رقم 1 وبعد 3 محطات هننزل منه ونركب رقم 3 وبعد 4 محطات هننزل ونمشي نوصل الفندق بتاعنا. خد وقت قد ايه؟ ساعة ونص. ده ميزة انك برضو واصل بدري، يعني ما تفكروش ان التحرك من مدينة لمدينة بيبقى سهل. هنا المدن هنا كبيرة قوي وضخمة، والطيران كمان المطارات بتبقى بعيدة عن وسط المدينة. اعتقد عشان كده الناس بيقولوا روحوا بالقطر، لان القطر دايما بيبقى قريب من وسط المدينة. دلوقتي في المترو. المترو هنا مسهلينه قوي بصراحه، يعني احنا اهوت قدام اهو لاين 1 لاين 7، فهتبص تلاقي ايه هو بيشاور لك على كل حاجه. لاين 1 مترو هنا حوار، وبعدين عادي ما تتكسفش. لاين 1 لاين 1 اوكي. يعني انا قلت اسال لان شايف الناس كلها راجعه، قلت ده طريق وان واي ولا ايه. نصيحه بقى مني، انا طالع من الساعه 12 من الفندق لسه ما وصلت. بص هو ناس كتير نصحوني ان الدخلي خليه قطر بلاش طيران، لان هتلاقي نفسك هي المسافه والطيران تعب عن القطر. لاين 1 انزل تحت. على فكره انا كل ده بلف في محطه مترو. ها الموضوع هنا بدا يبقى صعب. فاحنا دلوقتي محطه، تعالوا بقى نروح لاين 3. ثانك يو. وصلنا الحمد لله اخر محطه، ويا ريت لو نسمع كلام الناس بعد كده. الناس كلها بتقول القطر في الصين احسن من الطيران. يعني ازاي ده الطياره ساعتين ولا 3؟ القطر احسن بكتير قوي من الطيران. ابصم لكم بالعشره. القطر ممكن يبقى فيه سرير تنام، قعده حلوه تقعد في كافيتيريا تتمشى تاكل تشرب تعمل اللي انت عاوزه، انما الطياره تجربه متعبه. مترو لحد المطار وتوصل المطار تقعد ساعتين في المطار، بعد كده تركب طياره 3 4 ساعات وبعد كده تركب مترو. انا بقى لي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 8 وربع. انا واصل المطار 6، من 6 ل 8 وربع، ساعتين ونص. بسم الله الرحمن. وصلنا. ايوه كده، خش لي في الشعبي. لا هنتمشى نستكشف شويه في البلد. اعتقد كده الهوستل ده حجزناه في منطقه عشوائيه قوي. الهوستل فين بقى يا جماعه؟ الفندق اللي انا حجزته في السوق تقريبا. شعبي شعبي يعني، شعبي اخر حاجه. وصلنا. ايه ده بقى؟ الو هاو ار يو؟ اوكي. والله مش عارف، انا حاسس ان المكان مش وحش يعني. هو في ايه هنا؟ جيم وشنط يعني. القعده هنا فاش. ثانك يو. 445. اوكي ثانك يو. مفيش رقم 4 اصلا، يبقى اطلع رقم ايه؟ 3. ماشي. الاسانسير بتاعهم بيطلع لحد التالت بس. لا تمام قوي كده. انا احتمال اغيره دلوقتي. احنا تمام زي الفل، مبسوطين جدا. 445. افتح يا سمسم. عنبوكه كده في بعضيها. يلا يا برنس اهرب يا برنس. البت بعتت لي مسج بتقول لي لو انت عندك مشكله في المكان وعايز تكنسل تقدر تكنسل عادي. قلت لها اقدر. قالت لي هات الحاجه وتعالى. فانا دلوقتي بجري قبل ما ترجع في كلامها. سوري. هاو ماني باك. اوكي ثانك يو. ثانك يو. سوري. انا بعيشكوا كل لحظه معايا. انا هربت من الهوستل ورايح على الفندق بقى. انا ما عنديش مشكله، انا بنام في اي حته يعني. بكره الجمعه وفي صلاه، وينزل يصلي الجمعه كده ويشوف صلاه الجمعه في الصين عامله ازاي. 70 واحد في الاوضه. ناخد عجله بقى عشان المشوار بعيد. انا بحب الهوستل بس يعني ايه، انا بحب اختار ما بين 4 في الاوضه، 5 تبقى ريحتها نظيفه رايقه. شنغهاي الهوستل كان فيه 4 سراير، قعدت فيه يوم ونص ما اتحجزش اساسا حاجه، وانا قاعد في الاوضه لوحدي ريحتها حلوه ونظيفه. ايوه يا عم المدينه يوم. المكان اللي انا دخلت فيه ده. ميزه بقى الشنطه اللي على ظهري دي ما بتبقاش تقيله زي ما انتم شايفين كده، بتحرك براحتي. احنا كده دخلنا في المدينه. ايوه يا عم كده يا عم، النظافه يا عم. انا كنت بعمل ايه في السوق؟ انا مش فاهم. انا ايه اللي وداني السوق؟ انا اتبسطت كده بصراحه. انا حجزت فندق من الصور شكله حلو قوي. اتمنى بقى لما اروح يبقى لسه شكله حلو. تمام قوي منك كده. وصلتينا وظبطتينا كده، متشكرين قوي. الفنادق مفيش احسن منها. وكمان في هنا اهو. نعمل ايه في المدينه؟ everything here. no English. why no English? thank you. في جيم يا جدعان. جيم في الطيارة. يس. ثانك يو. وات؟
Wi-Fi. و Wi-Fi. Eat. Wi-Fi. IT. Yes. اوكي ثانك يو يا بوي. اخيرا بيقول لك بقى ايه، اعمل كده وبعد كده اعمل كده وبعد كده اقول انا عندي سرير. وايه ده؟ تعالوا حمام سخنتوت قوي، سخنتوت خالص. بص حمام صغير قوي فعلا. انا مبسوط. سرير كده. يلا بينا، يلا ننزل بقى نشوف حاجه ناكلها عشان انا ميت من الجوع. فاكهه اوكي، سناكس اوكي، انا موضوع الاكل ده اخر همي يعني. انا نزلت بقى ايه اخد جوله في الشارع اللي انا فيه ده. احنا الفندق بتاعنا تقريبا في منطقه نايت ماركت شعبي زي الفل، زحمه بقى كلها في الشارع المقابل الناحيه التانية ده. عايزين نروح بقى الناحيه التانية دي عشان نشوف. تالي ده كده يعتبر شارع مصغر من الشارع بتاع نانجينج في شنغهاي، بس زحمه قوي برضه. غالبا كده هيبقى صعب نلاقي حلال خالص، فالنهارده بقى نقضيها باتيه. كل بلد هنا ليها ثقافة وليها دماغ، فاحنا لسه محتاجين نستكشف الأكل الحلال فين. I don't speak this language. This is English. English? English, yeah. Oh, okay. Sugar, a lot of sugar. Yes. Ice or hot? Ice. Yeah, just one. Thank you. جبنا بقى من الأخ ده عصير وباتيه ومية ونطلع يا باشا ننام، وبكره بقى نبقى نشوف موضوع حلال. اليوم النهارده كان طويل جدا. اشوفكم بقى بكره الجمعه ان شاء الله. هنروح نصلي الجمعه في جامع هنا قديم ونشوف صلاه الجمعه للمسلمين هنا ايه اخبارها. اشوفكم بكره ان شاء الله. يلا سلام، صباح الخير يا جماعه. رجعت لكم تاني يوم بقى في تشينج دو. رايحين ان شاء الله دلوقتي نصلي الجمعه بالصيني في مسجد بعيد عني بكيلو ونص. نتمشى كده لحد الجامع نروح نشوف صلاه الجمعه في الصين. انا صليت الجمعه في هانجشو بس كانت في هانجر كده معموله عشان الجامع مقفلين وبيجددوه. المفروض بقى ان انا رايح دلوقتي مسجد شغال، مكتوب على الGPS ان هو شغال. ان شاء الله هنلاقي هناك اكيد اكل حلال كتير. وده برضو من الحاجات اللي هي ايه، لما تحتار في الاكل الحلال في اي مدينه روح المسجد، هتلاقي اكيد بيعملوا اكل هناك او بيعملوا اكل حواليه. ما هو بيخدم على المسلمين اكيد، يا اما جنبه مطاعم يا اما هم في المسجد بيعملوا اكل ويبيعوه. Hello, you have trips with someone speaking English? No English? This English? No English? هنا بيخدموا على الصينيين بس، ودي حاجة مش لطيفة. لو عايز تعمل رحلات هنا الله معاك. نو China only. اوكي ثانك يو باي. كان نفسي والله اطلع رحلات استكشف فيها كده وجبال وانهار وصور حلوه في اماكن حلوه، للاسف صعب وطبعا مستحيل اروح لوحدي. الاماكن دي بقى عباره عن لوكال بيبول بقى وبتاع وتقعد في هوم ستاي وحاجات فيها فرهضه زي اللي عملناها في سابا. ده غير الاكل برضه، الاكل هناك مش حلال، فلازم حد يكون بيتكلم معاك انجلش عشان حتى يقول لك دي فيها دهن خنزير ولا ما فيهاش بقى، ويقعد يشرح لك. ChatGPT مش هيشتغل هناك يعني اذا كان اللغه مش شغاله هناك. يا جماعه انا لقيت منبع الحلال، ده كله حلال. انا هقيم هنا، الناس كلها هنا هي اكترها محجبه حلال. فيش اوكي ثانك يو. اكل حلال بس صيني، ناس هنا محجبه اهي وزي الفل. انا قلت حلال. ها حلال everything حلال. اوكي مذبوحه اهي الفراخ. هم بيسيبوا لك الراس عشان يعرفوك انها حلال. يا اخيرا شفتها بتشتي. اللهم صيبا نافعا يا رب. الو السلام عليكم. حلال. ها حلال اوكي. كومبو يس this one. انا من عشاق البرجر يا جماعه. ثانك يو. برجر وحلال وزي الفل وباشا الباشا. الله، انا من امبارح ما اكلتش بصراحه. اخيرا اكل حلال. ده احساس تاني خالص. صلاة الجمعة بالصيني النهارده ان شاء الله هنصلي الجمعة بس في الصين في مدينة تشينج دو. تعالوا معايا بقى كده اوريكم المسجد واوريكم ازاي بيصلوا هنا. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
الجامع شكله حلو ازاي من جوه، تحفه. إذا عملته وجدته منيا أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا اللهم اصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبسعادة أجالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. بص هتطلع من المسجد اهو، هتخش يمين هتلاقي كل دي مطاعم حلال، ناس محجبه اهو، ها حلال اهو، حلال حلال اهو، كل دي مطاعم انا دخلتها قبل الصلاه وشفتها كلها حلال. انا كنت ميت من الجوع، جيت امبارح وما لقيتش مطعم حلال قريب مني، فدي كانت اول اكله، جيت قبل الصلاه عشان اكل حلال. اكلت هنا برجر حلو قوي في المطعم ده. السلام عليكم. عليكم السلام. حلال حلال حلال. السلام عليكم. حلال ها؟ هلو حلال. Can you speak English? حلال مسلم. Yes, yes. حلال. السلام عليكم. Alexia. مسلم ها؟ Yes. اوكي 1. وهقعد هنا اكلها. دي بقى بس بقى لي ساعه بقول لهم حلال حلال. كوبايه اشرب حاجه سخنه تي. اوكي ثانك يو. يو مسلم ها؟ How are you? Hello. الو. انا جميله قوي. والبتاعه دي تحفه قوي. البتاعه اللي انا اكلتها دي ب6 يوان بس جامده قوي، يعني 2 3 يشبعوك ولا حاجه. انا موجود دلوقتي في شارع شونشي في مدينه تشينجدو. تعالوا بقى معايا كده نستكشف الشارع مع بعض ونشوف ايه اللي موجود فيه. يلا بينا. مبدئيا كده الشارع تبع شارع نانجينج اللي موجود في شنغهاي بس على صغير شويه. هتلاقي هنا الناس اللي بتخبط بتوع دول كده في كل حته، دول بينظفوا الودان. مدينه مشهوره بمدينه الدب. هتلاقي كل الاعلانات بتاعت المحلات هنا بتعلن بالدب. هتلاقي الدب في كل مكان. في عرض هناك اهو، تعال نشوف العرض ده ايه. بص الدب قد ايه، كل مكان. محل هنا بيبيع دببه جوه كلها دببه هنا كده. ايه المحل الغريب ده؟ ده محل دهب تقريبا. بص عامل عرض فوق اهو. بص على الراجل اللي بيرقص فوق ده. بيعملوا اعلانات بكل طريقه. بص اصلا عاملين المحل شكله عامل ازاي عشان يجذبوا العملاء. ده محل دهب على فكره. بصوا عاملين عروض، الناس كلها واقفه بتتفرج عليهم اهو. بيعمل عروض بيجذبوا العملاء باي طريقه. شايفين؟ وده مثلا بص عمال يخبط كده اهو، بيجذب العملاء برضه عشان يلفت انتباهك تيجي تخش تشتري من عنده. هنا بيحاولوا بكل الطرق ان هو يجذبك تبص على المحل بتاعه، لان كميه الناس هنا رهيبه. يعني من كتر ما الناس بتمشي في الشارع ده تلاقي المحلات كلها عماله تعمل اي حاجه، اللي يحط لك دب، اللي يحط لك واحد بيرقص زي ده، اللي يسقف زي ما انت شايف، تلاقي واحده واقفه او واحد واقف عمال يزعق قدام المحل ماسكين ميكروفونات. في كل حته هتلاقي صوت وصداع. لازم وانت معدي يلفت انتباهك عشان تبص على الاقل على المحل تشوف الاسعار لو ناوي تشتري كده. يعني محل عليه زحمه ومش عارف عليه زحمه ليه.
فيها ايه يا عم الحاج؟ لا انا مش عايز ادوق حاجه يا معلم. هو بيديك سلكه سنان اهو، وخش دوق وانت داخل كده. بس طبعا انا مش هدوق ولا اي حاجه، بس هي حاجات ريحتها حلوه قوي. بس بما اننا مش هنستفاد حاجه من المكان، شم ريحه بس، فيلا بينا نطلع بره. بس محل دهب تاني بس صغير اهو محل دهب تاني هو واخد مبنى كامل عامل فيه الشكل ده عشان يلفت انتباه الناس، عشان خاطر المحل الصغير اللي تحت. كل المبنى ده علشان خاطر المحل ده، يعني دعايه يعني عشان بس يرسم الرسمه ولا التنين اللي فوق ده. فبالتالي انت لما تعدي تقول ايه المحل ده، فتدخل يا معلم. صينيين يعني. شارع جميل واجواءه حلوه. بصوا الناس قد ايه، ناس كتير قوي. شارع كمان مش ده بس، ده بص الشارع بيبقى متفرع. تعالوا كده نبص شمال كده في ايه. بصوا بقى هنا بيلفت انتباه الناس ازاي. والله العظيم فكرتهم ناس حقيقيه. يا لهوي على التفاصيل. على فكره دول مش حقيقيين، ها، واخدين بالكم من التفاصيل، وبيتحركوا وبيحيوا الناس عشان في الاخر يجذبك تيجي تبص على المحل. ميني سو هنا بس على صغير اهو، بدل بتاع نانجينج رود اللي لقيت فيه ويت ليست فما رضيتش ادخله. فاحنا ممكن ندخل هنا نشوف ميني سو بيبيع ايه. محل بيعشقه الناس كلها، وهنا ضخم برضه. بصوا هنا الشارع ازحم شويه، مش عارف ليه بس هنكتشف دلوقتي. كل ده جاي يتصور مع الدب. شايفين الدب؟ كل الناس هنا جايه تتصور مع الدب. دب عملاق اهو، عاملين له ماكت كده بيحاول يهرب، فالناس بقى ايه كلها بتيجي تتصور مع الدب. في عرض هنا اهو، تعالى نشوف ايه العرض ده. فين بيغنوا هناك اهو. هنا بقى البراندات كلها معلم، عشان كده عاملين لهم الدب اللي انت شايفه ده كده ايه، يخلي الناس كلها زي ما انت شايف كده جايه ايه عشان تتصور مع الدب. انا عايز اخد صوره مع الدب. طيب بصوا بقى الشاشه دي شاشه عملاقه بطريقه. بصوا بيعملوا عليها الاعلانات ازاي. يا نهار ابيض. 5 دي يا معلم. بصوا الشاشه دي، بص الفيل كانه طلع بره الصين يا جماعه. الصين بيعلنوا عن المنتجات على الشاشه دي. طبعا الاعلان على الشاشه دي تلاقيه برقم. بصوا الجمال. بص بقى، بص الاعلان الجامد ده. بص والله العظيم تحس انها بتخرج بره. كل الاعلانات دي والشاشات اللي انت شايفها دي علشان خاطر الماركات العالميه دي، لوي فيتو، ديور، كل دي ماركات عالميه. عدينا الناحيه الثانيه عشان اوريكم الباندا وهي بتنط من على المول. بصوا الباندا وهي بتنط من على المول من فوق، حجمها ضخمه بس الكاميرا مش بتجيبها كويس. المحلات هنا بالحجم العائلي. بصوا المحل الكاميرا ما بتجيبوش كامل. طبعا كل الناس بتيجي عشان تتصور مع المكان ده، فتفرجوا بقى كميه الناس هنا عامله ازاي. زحمه 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 يعني. حتى لو مش هتشتري، هو نوع من انواع الدعايه. انت لما تيجي تتصور مع المكان وترفع صورته على النت، اكيد هتبقى اسم من المحلات دي ظاهر جنبه، فاعلان. فاهمين الفكره؟ شايفين الزحمه؟ كميه ناس رهيبه. بص الشاشات في كل حته. الزحمه اللي هناك دي بقى، شايفين الشاشه عامله ازاي؟ تحس انك بتتفرج على منظر طبيعي 4D. بصوا المحل ده عامل اليافطه جوه المحل، اعلانات برضه. بص الطفل الجميل ده، شايفين الطفل الجميل ده؟ هما بيجروا تقريبا، الحكومه جايه، البلديه جايه يا جماعه اجروا. حتى الطفل اللي كان بيعزف لم حاجته وبيجري. كل الناس اللي فرشه في الشارع خدت بعضها وجريت. البلديه في كل حته، الناس كلها هنا بقى. ده معناه ان الشاشه دي احسن. الناس كلها مستنيه تقريبا عرض معين هيتعمل على الشاشه دي. بص الشاشه قلبت ازاي، كانه سور بالخشب. اوه بص دخلت المحل بتاع جوتشي عامله ازاي. بص احنا بنتجول جوله وانتوا معايا، يعني مفيش حاجه معينه. انا بوريكم البلد بالكامل، يعني مكان ما رجلي هتوديني باخدكم معايا كده تسافروا، وبيني وبينكم انا لوحدي واحس ان انا بتكلم مع حد، يعني مبسوط. عارفين انت لما تبقى مسافر لوحدك في شويه زهق كده بيحصلوا للبني ادم، بس انا بقى لما بشغل الكاميرا بحس ان انا مش لوحدي، في حد بتكلم معاه. فانتوا بقى بتشوفوا اللي انا شايفه ايا كان حلو ووحش. انا بوريكم البلد والثقافه اللي موجوده فيها وايه اللي بيعملوه. المنطقه دي مكيفه او مش مكيفه، في نسمه تكييف في المكان. غالبا المحلات التكييف بتاعها طالع بره فمكيف الشارع. طبعا المكان ده اكيد انتوا فاهمين ان هو براندات عالميه، مش يعني مش محلات عاديه. يعني الاسعار هنا هتلاقيها خرافيه. ده محل نظارات مثلا، بص عامل ايه عشان يجذب الناس، حاطط تيران. وطبعا مكان زي ده لا يخلو من ابل لازم تكون موجوده هنا. بص فرع ابل قد ايه،
شايفين؟ وهنا بقى في وش ابل في نافوره صغيره هنا بالالوان. شايفين النافوره؟ تحفه بصراحه، هي صغيره جدا بس عامله اجواء والزحمه في كل مكان وعامله صوت غريب تحسها يعني لو نافوره كبيره مش هتعمل كميه الصوت اللي هي عاملاه ده. اتمنى تكونوا مبسوطين معايا. قاعد فوق بتعمل ايه يا عم الحاج؟ اروح اكل بقى عشان انا كده ميت من الجوع. الجنينه دي بقى جنينه الشعب، حتى تلاقي هناك اهوت الرئيس بتاعهم عاملين له تمثال وهو بيحييهم. جنينه حلوه قوي وفيها قعدات ونظيفه، بييجوا الناس يقعدوا ياكلوا يحبوا. بصوا اطفال في كل حته بتجري وتلعب. شجر شكله حلو قوي. بصوا شجر وورد جميل قوي. الجنينه دي بقى جنب المكان اللي هناكل فيه اكل حلال. ورا المبنى الضخم اللي انتوا شايفينه ده المسجد، وجنب المسجد هتلاقي الشارع اللي فيه الاكل الحلال. وصلنا الشارع الحلال، وثلاث ارباع المحلات دي حلال. كلنا هنا برجر الصبح، خلينا بقى نجرب حاجه تانية بقى بالليل. حلال حلال حلال. السلام عليكم. عليكم السلام. I need noodles with beef. Water. Beef noodle, okay. Beef noodles. This is good? Beef. Good. Good. Really? Okay. One. One. Okay. بصوا احنا كده كده هنجرب. حلو هناكله، وحش برضه هناكله. احنا عندنا اوبشن تاني. البيف نودل وصل يا جماعه اهو. شكله مش وحش وريحته مش وحشه. عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اكل الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في خناقه. الاكله دي مش احسن حاجه وغالبا مش هكملها يعني. كويس ان انا طلبت حاجه تانية معاها. جيب مي ووتر. دي حلوه قوي. بص انا هاكل البتاعه دي يعني تحسها حواوشي في نفسها كده. البتاعه دي جامده قوي. النودلز بتاعت هانكشو كانت احلى نودلز كلتها في حياتي. يعيبها انها حاميه شويه، طعمها حلو قوي. بقى من النودلز دي مش حلوه. بعد كده بقى اخد بالي ان انا ما اطلبش حاجه فيها صلصه والكلام ده، لان هم التوابل بتاعتهم طعمها ما بيعجبنيش. هي النودلز نفسها مش وحشه يعني. انا المكرونه في بقي طعمها مش وحش. نيهاو بيقطع هنا اللحمه بتاع النودلز. How much? اوكي ثانك يو باي. انا ما اكلتش النودلز بصراحه، ما كانتش احسن حاجه. المحل ده على طول زحمه بسم الله ما شاء الله يعني. وانيا حلال ها. هي عامله شبه الفطيره محشيه يعني، نفس الفطيره بالظبط. انت لو بصيتوا هنا كده هتلاقوها رقات. انا بجيب بقى فاكهه. 1 اوكي 1 yeah 2 no again yes okay 1 cut اوكي كات. عندهم الفاكهه جميله قوي يا جدعان والله العظيم. ايه ده؟ الفاكهه العنبه قد ايه؟ هي هتقطعهم لي دلوقتي يعني، بتقطعهم اهي. شكرا يا حاج. هاو ماتش؟ يا نهار ازرق ايه ده كله؟ 86. ده طبق فاكهه للعمر. ثانك يو. بص طبق فاكهه قد ايه؟ ب 86 يوان. انا قلت يوم ما تتنطط ب 20 يوان ب 30 يوان، انما 86 يوان ماشي. كله فدا بطني يا باشا. اطلع بقى اريح واكل طبق الفاكهه ده. الصبح ان شاء الله نروح المركز بتاع الباندا نشوفه ونصوره لكم. انا وصلت الفندق بتاعي. سي يو جود نايت. صباح الخير، عاملين ايه؟ انا دلوقتي رايح المركز بتاع الباندا. ده المركز الوحيد على مستوى العالم اللي بيحافظ على الباندا من الانقراض، لان هي كانت هتنقرض ولولا المركز ده ما انقرضتش. هنركب بقى المترو نروح فيه المكان بتاع الباندا. سيلكت لاين 3. هو احنا رايحين المكان اللي هو ده تشينجدو جونكو جنرال هوسبيتال. 1 تيكت علي باي كان باي. دفعنا الكارت. طلع يا جماعه يلا بينا. دخلنا كده المترو لاين 3 هناك اهو. السلالم الكهرباء هنا طويله لان المترو تحت قوي. طويله قوي طويله. بص مش عارف ده كام سلم ده. دلوقتي وصلنا عند المترو اهو. ايوه هو ده المحطه بتاعتنا هناك. هنركب المترو ده هينزلنا جنب المركز بتاع الباندا على طول. وصلت محطه الباندا وهنطلع دلوقتي نشوف هنروح للمركز بتاع الباندا ازاي. المفروض ان هو قريب يعني مش بعيد.
هو جايب لي مفيش 11 دقيقة مشي، بس الدنيا هنا بتشتي. انت بتنزل من محطة المترو بتلاقي باصات هنا بتودي لحد الباندا. انا مش عارف الباصات دي بفلوس ولا ببلاش، اكيد بفلوس يعني. تعال نخش بقى نشوفها بتدفع ازاي. How to pay this. اوكي ثانك يو. البت ساعدتني ازاي افعل الباص والمترو. احلى حاجه ان انا ركبت باص يوصلني للباندا، وفي مرشده بتتكلم بتشرح الموضوع عباره عن عقدتني في حياتي. بقالها اكتر من 10 دقايق مش عارف هي بتقول ايه. دي هنا زي كافيتيريا او سوبر ماركت، هو مكان عادي بيسرفز على المنطقه السياحيه، عصاير شيبسي اكل شرب هدايا الباندا اهو. لو عايز تجيب هديه من المكان لحد اهو هنا كل حاجه. وصلت الحمد لله عند المركز بتاع الباندا. هو ده المركز الوحيد اللي في العالم اللي بيحافظ على الباندا من الانقراض. هندخل جوه بقى ونشوف الباندا، بس الدنيا بتشتي النهارده وبتشتي جامد، بس قشطه يعني. انا بحب الشتاء، ان شاء الله الشتاء دي مش هتزاولنا في التصوير. معرفش بقى الباندا دي بتخرج في الشتاء ولا ما بتخرج. المركز اهو من فوق، من اعلى قمه من المركز. المركز قد ايه انتوا شايفين؟ المركز ضخم قوي 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 يعني. لو بصيتوا بص، كل ده عشان الباندا، عشان يحافظوا على الباندا، عاملين لهم البيئه بتاعتهم الطبيعيه بالظبط. هننزل تحت بقى نستكشف كده ونشوف بقى عايشين ازاي وبياكلوا ايه وبيعملوا ايه. انت فين يا باندا؟ ورين للباندا كل سبل الحياه. عاملين المركز ده في مكان عالي عشان الدنيا تبقى ساقعه وشتاء برضه موجود. انا لحد لما شفتش باندا، فهم عاملين هنا زي مركز كده تشوف فيه الباندا، بس هي نايمه دلوقتي هناك اهي. مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. بص الباندا دي كائن مسالم، خشب مراجيح، وهو قاعد بيتمرجح وياكل وينام. دي كمان باندا هناك اهي نايمه. شايفينها؟ في زحمه هنا فاكيد في حاجه هم بيتفرجوا عليها. ايه هي بقى؟ انا مش عارف. الباندا قاعده بتاكل كده. احنا شفنا الباندا بس ما شفناهاش في البيئه بتاعتها الطبيعيه يعني. فتعالوا بقى نفضل نتجول كده. والمكان هنا كبير بطريقه رهيبه. شفتوا الباندا قاعده بتاكل ولا شغاله رايقه روقان. دي قلبت شتا. المشي دلوقتي يغرق. بص منظر الشتا. خلينا بقى نريح شويه هنا. هو في اماكن للراحه تانية بس انا تعبت هنا بصراحه. الدنيا قلبت شتا يا جماعه. وقلبت شتا يعني. شايفين المنظر؟ ما يلا يا عم اتمشى في الشتا شويه يا عم. ايه المشكله يعني؟ ما الشمسيه اهي. المشكله في رجلي هتتغرق. بس خلينا هنا تحت البتاعه دي كده. والله العظيم الشتاء احلى. شنغهاي كان الواحد بيعرق بطريقه. هنا الجو حلو والاجواء حلوه. بص الجنينه، بص الروقان. التصوير طبعا مش هيبقى احسن حاجه بس يعني انا بحاول والله. شايفين الدنيا بتشتي ازاي؟ عايز اطلع بره واتغرق. والله العظيم كان قلبي حاسس. عشان كده لبست لبس الهايكنج، صندل بتاع الهايكنج وبنطلون الهايك. انا لو كنت لابس الكوتشي كنت زماني دلوقتي قاعد في مكان تاني خالص ما بعملش اي حاجه. ويلكم تو باندا ثيتر. تعالوا بقى نشوف اللي موجود جوه ايه. اهو مكان حلو اهو. يمكن نلاقي فيه حتى كوبايه قهوه او باتيهايه. طب ما تيجي نجرب هنا كده نشوف فيه حاجه حلال ولا لا. بعد ما قعدت ادور كده في المحلات واشوف يمكن حاجه كده مكتوب عليها حلال بالصيني بالعربي بالانجلش اي حاجه، لا مفيش. كمل بقى في الشتاء وامري لله. والنهارده الموضوع صعب شويه لان الشتاء قوي قوي. هحاول على قد ما اقدر ان انا اوريكم كل حاجه. وده مبنى شكله حلو قوي بس انا مش عارف هم قافلينه ليه. تعالوا نشوف. المبنى ده اسمه بامبو تاور. but each tours expects to make بيقول لك ان اصلا التاور ده بيتقفل لما بيكون في باد ويزر، وكمان هو اصلا مش شغال السبت اللي هو النهارده. كده ما كناش هنعرف ندخله يعني. انا كنت عايز ادخله جوه، شكله حلو قوي. اسمه بامبو تاور. طب هنشوف الباندا امتى بقى؟ انا بقالي اكتر من ساعتين بلف على الباندا. انت فين يا باندا؟ بصوا يا جماعه، شايفين المنظر من هنا عامل ازاي؟ الله على الجمال. هم عاملين كل المنظر اللي انتوا شايفينه ده عشان خاطر الباندا. تستحق بصراحه. كائن جميل قوي. كائن لا بيهش ولا بينش، قاعد كده حاضر. نعم، اكله وشربه ولعبه. شايفين المنظر؟
شايفين الجمال؟ الله بجد، الله على الجمال بجد. ايه ده يا عم؟ مش مهم اشوف الباندا والله، والله العظيم ما مهم خالص ان انا اشوف الباندا. انا مبسوط بالمنظر اللي انا شايفه بجد، منظر جميل جميل جميل. No? Here? Hello， Hello. 他应该是没，你有买车票吗？应该是没有买票的。 No. How much? 没钱。 Alipay. Alipay no you walk going. I will try. No Alipay? No Alipay. I can't. Walk ها؟ ايه walk going. ما رضيتش تركبني الباص، لازم ادفع ومفيش معايا ويتشات. بص، او قالت لي كاش. يعني بعد كده بقى يا ريت بقى ايه نمشي بكاش. هو دايما عامه نمشي بكاش، انا في العادي بمشي بكاش وكل حاجه، بس الشنطه بتاعت ظهري مش موجوده. الله على المكان اللي الواحد ماشي فيه بجد، مكان خرافي. مفيش حد معايا. تفتكروا ممكن يطلع لي باندا وانا ماشي؟ بصوا المنظر من هنا عامل ازاي. ما زال البحث عن الباندا قائم، حتى الآن لم نرى بندة واحدة. أين أنت يا بندة؟ أهو بندة أهو، كذا واحدة هنا قاعدين بياكلوا. أكلها، لعبها، سيبها، دي هتنام، ما تعملش حاجة غير كده. وكل الأماكن اللي فيها الباندا حاطين اليافطة دي، فالافضل خشوا بقى شوفوها جوه في الاماكن اللي هم عاملينها مخصصه تشوف فيها الباندا. المكان ده هو اللي المفروض اللي موجود فيه الباندا الكبيره بقى قوي، بس هي دلوقتي ما مش موجوده خلاص، يعني الجو بيشتي تقريبا فهي سقعانه. هنلف برضو كده ويمكن نشوفها في اي مكان، لو شفتها هصور. اهو ده المكان اللي بتبقى فيه الباندا، اللي هي نوع باندا تاني كده احمر وصغير صغيره خالص. شايفين انا قربت على قد ما اقدر اهو. شفنا باندا لايف اهي بس صغنونه قوي، بس دي باندا نوع تاني ما بتكبرش زي الباندا اللي البيضه في اسود، بتفضل صغيره كده بس لونها بني زي ما انتم شفتوها كده. بص بقى الشجر البامبو ده او الخيزران ده في كل مكان في الحديقه هتلاقيه موجود. الشجر ده اكتر حاجه هي بتحب تاكله، فتلاقيه في كل مكان وبكميات. مفيش مكان ما تلاقيش فيه شجر الخيزران ده. في زحمه هناك اهي، اعتقد شايفين حاجه احنا مش شايفينها اهي. باندا اهي، شكلها خطير بصراحه. حسها قطه كبيره والله. 3 ساعات من اللف ولسه ما شفتش الباندا الكبيره العملاقه في الطبيعه. بصوا ده الطبيعي يعني، بس عشان الجو برضه ساقع. انا مش عارف هي بتحب الجو الساقع ولا الحر، بس هو بيقول لك انها بتحب الساقعه، فمش عارف. لحد دلوقتي لسه ما فيش ولا باندا شفتها بره، والناس كلها بتدور زيي يعني، الناس كلها ماشيه، فانا ماشي زيهم. يا مسهل، هنشوفها ان شاء الله. احلى حاجه ان هم مش حابسين الباندا، يعني سايبينها تعيش حريتها في كل مكان، وموفرين لها كل حاجه بحيث انها ما تحسش انها محبوسه. عامل حيطه من الطوب ونازلاه تحتيها بحيث انها لو جت تطلع بره ما تعرفش، وهو مديها كده الحريه ان احنا نمشي في وسط الغابه معاها. حتى تقريبا الكهوف اللي عاملينها عشان تنام فيها هناك اهي، اعتقد ان هي قاعده جوه بقى مستقنيصه وسايبانا انا ادور عليها. مش فاهم، انا مش عارف ان انا جاي باندا واحده 3 ساعات. انا تعبت، فقتش بصراحه ان انا اشوف الباندا في الاماكن بتاعتها. بص كل الاماكن ما فيهاش باندا، يعني كل الاماكن اللي زي دي اللي فيها خشب دي هي اللي بتبقى فيها الباندا. زي بحيره كده صغيره في وسط الغابه اهو، مش عليها برضو. ممكن تقعد هنا تشرب حاجه لو عايز. طبعا الدنيا بتشتي والناس كلها مش قاعده هنا، الكراسي كلها مبلوله. بصوا الجمال، في بط اهوت وفي اجواء هنا. دلوقتي احنا دخلنا المتحف بتاع الباندا، متحف جوه المحميه تقريبا ازاي الباندا بتعيش، انواع الباندا كلها اهي، والعاب هنا تقعد تلعب مع الباندا. وهنا بص ماكيتات للبامبو اهو، عاملين لك زي شجره اهي العيال بتلعب بيها كانه عايش حياه الباندا. ماكيتات للباندا اهي، وهو بيعيشك كانك مع الباندا، اجواء الغابه نفسها. ودي زي خريطه للمكان اهي، لقيتها وانا طالع. انا لفيت كل الاماكن دي عامه يعني، اجتهاد شخصي والله، كانش معايا لا خريطه ولا اي حاجه. مترو this one here yes اوكي. نركب الباص هيودينا للمترو. بس كده يا باشا، احنا ظبطنا موضوع الدفع ده. كل حاجه دلوقتي بقى QR كود. ده احنا هنعيش حياتنا ونلف البلد. الGPS جايب لي ان المحل الحلال موجود جوه المول اللي في الشاشه اللي هناك، اللي هو في وش الباندا اللي بيحاول ينط من فوق ده. تعالوا بقى نخش جوه نشوف. اكيد ده بقى واحد نودلز نضيف، اللي في مول زي ده لازم يكون نضيف. نيهاو وريس لانجو لامين نودلز.
اوكي ثانك يو. لانجو حلال ها. السلام عليكم. السلام عليكم. لا شكلنا هناكل هنا يا ابوي اخيرا. شكرا. قبل ما سخنه. هاي نيهاو. السلام عليكم. عامل ايه؟ منيو كولد ووتر ثانك يو. انا مش عارف هم في المطعم كل شويه بيبصوا لي بيضحكوا. وات از ذس؟ سوب. هم جابوا لي ثانك يو. اوكي فيري جود. يس. جاب لي شوربه وقال لي فور يو. مبسوطين قوي بيا مش عارف ليه. الشوربه دي جميله قوي. جرب بس السندوتش العجيب بتاعهم ده. جامد جامد قوي. البتاعه دي من ساعه ما جيت وانا باكلها اختراع. نياو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيف مبسوط مني جاي يقعد جنبي. ايجي ايجي. يلا مصر. يلا مصر. ايجي ايجي. ايجي. يو نو ايجي؟ الشيف ساب النودلز وجا قعد جنبي. نو نو يس. ميبي. يقول لي مصري معاك فلوس. This is TikTok international. Yeah. Yes. No. China China. international. Wait, I come to you. هنحاسب بقى. What are you doing? I'm filming you. بص بقى معلم هو بيعمل البتاع النودلز دي. هي دي الشوربه اللي بيجيبها. اهي. هو اداني من الشوربه دي تقريبا. تبقى العجينه هو بيعملها ايه. واو. نايس. See you. باي. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اكتر حاجه بتفرحني في الحياه ان انا اقابل مسلمين ويبقوا كويسين كده. المطعم يا جماعه في المول اللي فيه الشاشه الكبيره قوي دي. مطعم نضيف قوي والاكل طعمه تحفه. ادي الباندا فوق اهي والمول اللي ورا هناك ده. والاكله دي يعني اللي انا اكلته ده كله ب 34 يوان يعني ولا حاجه. وده الشارع اهو اللي جيناه امبارح بالليل بس بالنهار. الباندا فوق اهي. الشاشات في كل حته. الناس في كل مكان. اجواء يعني في كل مكان. هطلع اريح كده شويه وانزل تاني على طول. انا نزلت بقى الشارع دلوقتي رايح مول بيقولوا ان ده اكبر مول في العالم. اركب المترو بس المترو بعيد عني بكيلو فبصراحه مش قادر امشي. ممكن ناخد عجله نفتح علي باي. في عجله من اللي انا بحب اركبهم. هو الازرق اسهل في الابلكيشن بتاعه عن الاصفر وعن التانية بس هنجرب يعني. تعالوا المره دي نجرب الاصفر كده مش هنخسر حاجه. هي كده اشتغلت. طب يلا بينا نحط التليفون بس كده في جيبنا ونفتح الايماب هنا عشان يدينا النوتيفيكيشن. انا دايما بركب الازرق بس حاسس ان الاصفر حتى الكلاكس بتاعه رايق كده. موضوع ركوب العجل ده رايق قوي. يديوي. ثواني يا عم البوليس. عدي يا عم العربيه. ايوه كده. خش هنا يا برنس. انا مش عارف ايه الناس بيعملوه ده تقريبا مش عارف. هو بتاع زي الشعر كده. الراجل واقف بعربيه بي ام بيبيع كوتشيات يا جدعان. اجري الاشاره مفتوحه. اجري يا سولو. لحقتها. احلى حاجه هنا ان هم ممهدين الرصيف ان انت تركب عليه العجل اي وقت. ولو مش عاجبك الرصيف هم عاملين لك كمان ممر اهو للعجل والموتوسيكلات. عيش حياتك فيه براحتك. رياضه وبيني وبينك مش متعبه زي المشي. يعني لو انت هتمشي كيلو على رجلك مش هتاخد وقت بالعجله وفي نفس الوقت مش متعبه يعني. بص محطه المترو دي انت لو مش اليوفط موجوده او ان انت الماب موجوده عشان تروح مكان بتهيألي هتحتاج سنه عشان تعرف القطر بتاعك فين. الماب بتاعتهم بصراحه بتعرفك كل حاجه. ده غير ان الشاشات هنا موجود عليها كل حاجه. انا قدام واحد من اكبر المولات في العالم ويقال ان هو اكبر واحد فيهم. انا بالنسبه لي بصراحه مش شايف ان في مبنى هيكون اكبر من اللي ورايا ده. انتوا مش متخيلين هو الحجم قد ايه. خليني ارجع كده واعدي الطريق. شايفيني؟ لا طبعا. شايفيني مقارنه بالمول قد ايه؟ لا 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 لا. المبنى هنا صرح فعلا. انا ما شفتش حاجه بالحجم ده قبل كده. تعالوا شوفوا معايا المبنى كده. شايفين المبنى عامل ازاي؟ انا همشي مع المبنى كده وانت تخيل بقى. تخيلوا معايا كده. بصوا شايفين؟ طيب مش متخيلين صح؟ شايفين العماير اللي هناك دي؟ بالنسبه له ولا حاجه. طب شايفين العماير اللي جنبه الناحيه الثانيه؟ برضه بالنسبه له ولا حاجه. انت متخيل المكان عامل ازاي؟ وعلى فكره العماير دي مش بعيده والعماير دي عاليه مش صغيره. يعني دي تعتبر ناطحات سحاب. يعني هي المدينه اصلا كل العماير فيها عاليه زي ما انتم شايفين. تخيل لما العماير العاليه دي كلها اللي احنا بنشوفها ناطحات سحاب بالنسبه له مش عاليه. عالي جدا وفي نفس الوقت كبير ضخم. عربي هلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
صيني؟ صيني؟ يا أنا صيني. اهلا بيك. أنا من أين جئت؟ مصر. مصر. يونو أيجي. ايجي يا. أي دي. أنا من قبل 20 درست اللغة العربية وقرآن الكريم وحديث مسلم. يا أنا مسلم. أنا سليمان. وانا اسلام. يا أنا في صيني. أنا مسلم. مقاطعة صفة مدينة شيشان. أستطيع باللغة العربية قليلا. لا انت بتتكلم كويس. اوكي. مع السلامة. مع السلامة ان شاء الله ميت اجين ها. الله العظيم حاجة جميلة قوي. معدي لقيته بيقول لي يا اخي هل انت عربي؟ هو مكسوف قوي هو بيتكلم نص عربي ده جميل. يلا بينا بقى ايه نتفرج على المول بقى من جوه ونشوف اخباره ايه اللي ممكن يكون جوه يعني. يا نهار ابيض على الصر، ايه ده؟ هو في كده؟ الموضوع تخطى فكره ان انت تقول ده اكبر مول في العالم او اصلا المول ده بالحجم العائلي، لا ده تخطى الكلام ده. المحلات اللي جوه المول هي اللي بالحجم العائلي. ايه ده؟ ايه الصرح ده؟ انا في حياتي ما شفت كده بصراحه. لا تعالوا ننزل تحت. ده الموضوع كبير قوي. الموضوع طلع هنا كبير قوي 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 قوي. تعالوا بقى ننزل تحت كده وهصور لكم برضو وانا نازل يعني. بس اللي انا شايفه من هنا ده غريب، مش عارف اقول ايه. دي صاله من ضمن الصالات يعني. والله العظيم رزق. لسه بقول هلاقي دي جي اي ازاي؟ سبحان الله اهو لقيته في وشي لوحده. عايز اجيب حاجه للكاميرا علقها في رقبتي لما ايديا توجعني من التصوير. يبقى احنا خلينا نخش على الاكسسوارز على طول. I will buy from another DJI. Thank you. DJI هنا طلع تعبان ما استفدتش منه حاجه، كبير على الفاضي. ننزل بقى للمكان اللي انا عايز اوريه لكم ده. انا شايفه من هنا بصراحه ومستغرب ان ممكن ده يبقى جوه مول. ده يا جماعه اللي انا بتكلم فيه، ده اللي انا شفته من فوق. انتوا متخيلين ان ده جوه المول؟ مش متخيلين صح؟ انا بقى شايفه بعيني. عمرك في حياتك شفت بحر جوه مول؟ زي ما سمعت كده، بحر جوه مول. ما شفتش؟ تعال اوريك. بحر، رمله، اجواء. المكان ده فين يا جماعه؟ جوه مول، جوه واحد من اكبر المولات في العالم. طب لو انت مش مقتنع انك تلاقي بحر جوه مول، ايه رايك ان في اكوا بارك عملاقه جوه مول؟ الاكوا بارك دي عملاقه، مش اكوا بارك صغيره، جوه مول. والله العظيم جوه مول اهو. حتى في ستيدج هناك عشان الناس لو هيعملوا عروض ولا اي حاجه على البحر. الصينيين وصلوا يا جماعه لمرحله ان هو ليه تتعب نفسك وتروح البحر لما ممكن نجيب لك البحر لحد عندك. البحر اللي انتوا شايفينه ده جوه مول اهو، مقفول من فوق اهو. يعني ممكن اخليه لك ساعه، اخليه لك حر، زي ما انت عاوز. شايفين الاكتيفيتي اللي ممكن تتعمل هنا؟ ركوب الامواج، بحيره الناس بتركبها بعوامات تلف بيها المكان كله. بص المكان هناك عامل ازاي. الاكوا بارك، بلاش اكوا بارك ضخمه جوه المول، ده حمام سباحه في وسط جنينه جوه المول. يعني لك ان تتخيل ان انا دلوقتي ماشي جنب مجمع حمامات سباحه. ثواني في مكان اهو تقريبا ممكن نشوف فيه المكان. حمامات سباحه في وسط المول، وحمامات سباحه للكبار والصغيرين والاطفال. الدنيا هنا ايه، قصه تانية خالص. الصين هتجنني يا جماعه، الصين هتجنني. انا بس مش عارف اصور لكم عشان الناس هنا لابسه مايوهات. حاول اصور لكم حاجات صغيره كده. كورنيش على البحر، والهوا هنا هوا بحر فعلا. هو مش مشغل تكييف يعني، هو مخلي درجه الحراره حر عشان تعرف تنزل الميه وتتبسط. ومطاعم وكافيهات على البحر جوه المول. انت بتعيش الاكسبيرينس بتاع البحر كامله جوه مول. يعني انا رايح فين؟ رايح اعمل شوبينج وانزل البحر. يا عم ازاي الاتنين مع بعض؟ والله العظيم رايح اعمل شوبينج وانزل البحر. يعني ده كده اهو المول اهو، اخلص شوبينج انزل الف البحر اهو. عامل لك اماكن لتغيير الهدوم، جنتلمان تشينجينج روم وليديز تشينجينج روم. طب انت معكش ملابس، انزل تحت هتلاقي كل حاجه. انا حاسس ان في ايرور في دماغي من اللي انا شايفه هنا ده. بص كل المحلات اللي هنا بتبيع عوامات، واهو نضارات وعوامات ومايوهات، كل حاجه هنا. والعاب بحر، مسدسات بتاعت الميه، والعاب رمله، كل حاجه بتتباع هنا للبحر. انت حرفيا عايش اكسبيرينس البحر جوه مول. وكمان في فندق جوه المول عشان تيجي تحجز اوضه وتقضي بقى يومين 3 على البحر واكوا بارك والبسين والكلام ده. فندق والله. المول هنا
هنا صرح بصراحه، وانا تعبت. اللي بيحب الشوبينج يجي هنا يتفرج بقى ويشتري اللي هو عايزه. هنا بقى اللي انت عايزه كله هتلاقيه موجود، وتطلع من باب تخش في باب، في يمين في شمال، توهان. يعني انا مثلا مش عارف لسه باب الخروج منين. اللي عايز يعمل شوبينج يجي هنا مش هيزهق خلاص، ممكن يحجز ليلتين جوه وينزل البحر والبول ويعيش حياته. يعني بالليل يعمل شوبينج وبالنهار في البحر في نفس المكان. وبكده خلصنا جولتنا في المول، اكبر مول شفته في حياتي. انا ساعتين جوه بلف لما تعبت. بصوا المول بالليل عامل ازاي، ضخم ضخامه يا جدعان. ده اللي يقال عليه مول بالحجم العائلي. شايفين؟ يلا بقى نروح لاخر مكان النهارده. قدام المول في جنينه كبيره قوي والعيال الاطفال بتلعب فيها، وميه واجواء. في هنا معلم مشهور قوي، تعالوا هنروح عنده. الجنينه دي بقى تحتها مول. بصوا تحتها مول ازاي، تنزل بقى تتمشى في المول ده تشتري حاجات. طب انتوا مش مكفيكوا المول اللي انتوا عاملينه هناك ده كله؟ عاملين مول في الجنينه اللي الناس بتمشي فيها. تعالوا بقى نروح للمعلم اللي هناك ده. بصوا هنا بقى عاملين الخيزران اللي بياكلوا الباندا او البامبو اللي هو بياكله، عاملينه زي تماثيل كده في الشارع بتنزل ميه شكلها تحفه. الدنيا كلها بتيجي هنا عشان تتصور معاهم وعشان تتمشى تحتيهم والميه تيجي عليهم. وانا بصراحه الميه جايه عليا احساس حلو قوي يعني. عاملينه زي شلال كده بس شكله خطير بصراحه. شايفين المنظر من هنا عامل ازاي؟ بصوا الناس هنا بتيجي تلعب مع الميه ازاي. ما تيجي نخش نجري مع الميه دي. انا هاخد لفه مع الميه. والله حلوه، كأن الدنيا بتشتي. بصوا الاجواء هنا تحفه تحفه والله. جاريه كمان، اجري يا سولو يا لهوي. وبكده انتهت رحلتنا في تشينجدو، وده اخر معلم هنشوفه. استنوني بقى في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. رايحين بكره مدينه مجنونه اسمها تشونج تشينج. هنعيش مع بعض برضو الرحله من اولها لحد اخرها، ازاي هناكل وازاي هنروح، هنعمل كل حاجه مع بعض ان شاء الله في الفيديوهات. يلا اشوفكم في الفيديوهات الجايه، بحبكم. سي يو باي. سي باي. مش عارف مين ده. يلا سلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.心态早就练出来了，观众。